في بداية سنة 1973 وتحديداً في شهر يناير، وجوه جهاز المخابرات العامة المصرية. في اليوم ده الضابط أمجد كان قاعد في مكتبه بيتابع تقارير الإشارة اللي جاية من بره. لكن وسط الزحمة دي جملة واحدة وقف عندها، جملة بتقول: الموساد بلعوا الطعم. بعد ثواني من الصمت أمجد قام من مكانه بهدوء وخرج من مكتبه على طول. وصل لمكتب القيادة، سلم التقرير وقال جملة واحدة بس: مبروك يا فندم. ابتدوا يصدقوا. القائد ما ردش فوراً، بص في التقرير بهدوء ورفع عينه على أمجد وقال بهدوء ثابت: كويس، كملوا. الجملة كانت قصيرة بس معناها كبير جدا، لأن ده معناه إن كل حاجة ماشية حسب الخطة اللي هم حاطينها من سنين. وعشان نفهم كل حاجة ونعرف مين الشخص اللي نجح يأكل الموساد الطعم، لازم نرجع شوية لورا ونقول الحكاية من أولها. أشرف فؤاد الطحان اتولد سنة 1943 في الإسكندرية، لكن حياته من أول لحظة ما كانتش سهلة أبداً. أبوه فؤاد الطحان اتولد في أسرة بسيطة، وبعد تعب كبير قدر إنه يتخرج من جامعة فؤاد الأول وحصل على بكالوريوس الهندسة. وبعد ما اتخرج اشتغل فؤاد الطحان في المواني، وفي يوم من الأيام وخلال عمله في المواني قابل واحدة أوكرانية اسمها بتروفا في القاهرة، وقع في حبها من أول نظرة رغم اعتراض أهلها، لكن الحب كان أقوى واتجوزها. وأشرف كان نتيجة الحب ده، لكن ولادته جابت معاها حزن كبير، لأن أبوه توفى في حادث مأساوي يوم ما اتولد، وبقى يتيم الأب من أول لحظة قبل ما حتى يفتح عينيه على الدنيا. يعني أشرف كبر وهو ما شافش أبوه أصلاً. كل اللي كان يعرفه عنه صورة لأبوه على الحيطة ودموع أمه وهي بصة للصورة. والحكاية ما وقفتش عند كده. لما وصل أشرف لسن 11 سنة حصلت الصدمة التانية، والدته توفت فجأة، وفي لحظة واحدة بقى طفل صغير لوحده في الدنيا. جده من ناحية الأم وكان عايش في أوكرانيا، ووقتها أوكرانيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، قرر ياخده ويسافر بيه هناك. طبعا عيلة الطحان رفضت رفضا قاطعا وقالوا الولد ده دمنا ولحمنا، لكن جده أصر، وأشرف اضطر يسافر مع جده على أوكرانيا، يسيب بلده ويواجه حياة كاملة جديدة في بلد غريب. كل حاجة كانت غريبة عليه، اللغة، الناس، العادات، حتى الجو. لكنه مع الوقت اتأقلم واتعلم اللغة الروسية بطلاقة، وبقى بيتكلم زي أهل البلد بالظبط. لكن رغم كل ده كان في حاجة ناقصة. أشرف عمره ما حس إنه واحد منهم، كان دايما حاسس إنه غريب حتى وهو وسطكم. جواه حتة مربوطة بمصر، بشوارعها، بكلامها، وبالناس اللي شبهه. كان عايش بجسمه في أوكرانيا، لكن قلبه وعقله كانوا في مصر. وفضل جوه أشرف فؤاد الطحان إحساس واحد مسيطر عليه، إنه لازم يرجع مصر. سنين قضاها في أوكرانيا لحد ما وصل سنه 20 سنة، وفي لحظة خد قرار مش سهل خالص في الوقت ده، إنه يهرب ويسيب كل حاجة وراه ويرجع لإسكندرية. وبالفعل وفي يوم من الأيام حصل اللي محدش كان متخيله. جده صحي من النوم ولقى الحفيد المصري اختفى، كأن الأرض اتشقت وبلعته، أو كأنه حبة ملح راحت في البحر وما سابتش أي أثر وراها. مرت 3 شهور لحد ما وصلت الأخبار الغريبة إن أشرف رجع مصر تاني، ومفيش حد فاهم إزاي قدر يهرب من الاتحاد السوفيتي، ولا إزاي ركب الباخرة ورجع على اسكندرية. المهم إن أشرف وصل من هنا وفضل يدور على بيت عيلة أبوه لحد لما لاقي مكان البيت، بس ما لقاش البيت لأن البيت كان وقع. ومش بس كده، أغلب أفراد عيلته كانوا جواه وقتها وماتوا تحت الأنقاض. الخبر نزل عليه كالصاعقة، وفي لحظة واحدة بقى لوحده تماما، وبقى لا عارف يروح فين ولا يجي منين، لا أب ولا أم ولا أهل ولا حتى بيت يرجع له. حاول يستوعب اللي حصل، بس الحقيقة كانت أقسى من إنه يتحملها بسهولة. ومع الصدمة
بدأ يظهر سؤال تاني بقى يدور جوه دماغه. هعمل ايه دلوقتي؟ أنا لا شغل ولا فلوس. قرر أشرف يدور على أي وسيلة عشان يجيب لقمة العيش، بس الحظ موقفش معاه، لأنه ما كانش معاه صنعة أو حرفة، وجسمه النحيف كان دايما عقبة، خصوصا في الشغل اللي محتاج مجهود. وكل ما يلاقي شغل ويبتدي 2 أو 3 يلاقي نفسه تعبان ومش قادر يكمل، وبالآخر يضطر يسيبه. الحال فضل يتدهور بيه لدرجة إنه لا معاه ولا مليم ياكل ولا مكان ثابت ينام فيه، لدرجة إنه بقى يقضي لياليه في المساجد، يفرش هدومه على الأرض وينام وهو مش عارف بكرة مخبيله إيه. بس وسط كل ده ابتدت حاجة غريبة تظهر جواه، حاجة هو نفسه ما كانش فاهمها في الأول. لاحظ إنه بيعرف يدخل لعقول الناس بسهولة، يعرف يكسب ثقتهم بسرعة، وكلامه بيأثر فيهم بشكل مش طبيعي. كان عنده حضور غريب يخلي اللي قدامه يسمع له ويصدقه من غير ما يحس. في الأول استخدم الموضوع بشكل بسيط، يقعد مع الناس، يطمنهم، يقول لهم كلام يريحهم. شوية بشوية الموضوع كبر، بقى يحاول يتوقع أحداث، يقرأ الفنجان، يشوف الكف، ويقول تفاصيل تخلي اللي قدامه يتصدم. وفي يوم كان نقطة تحول حقيقية. في يوم كان في مسجد الحسين في القاهرة، لفت انتباهه ست كانت منهارة، ابنها مختفي ومفيش أي خبر عنه. قعد معاها وبدأ يتكلم بثقة غريبة، وقال لها إن ابنها هيرجع. الست سمعت الكلمتين دول وردت عليه: بجد يا مولانا؟ لكن في الحقيقة أشرف كان بيحاول يقول بس كلمتين عشان يريح الست، وكان خايف يقول الحقيقة كلها ويصدمها. فقرر يكمل الدور ويهديها بكلامه، وقال لها بهدوء: الليلة هتلاقي ابنك، ما تخفيش. الكلمات دي كانت كفاية تخلي قلبها يرتاح شوية، لكن اللي حصل بعدها كان صدمة للكل. الطفل رجع فعلا. من اللحظة دي كل حاجة اتغيرت. الناس ابتدت تبصله بنظرة مختلفة، مش مجرد شاب غلبان، لأ، بقى عنده حاجة. وهنا بالذات بدأت الفكرة تكبر جواه، فكرة إنه يلعب دور العراف، وهي تبقى فرصة يعرف يعمل قرشين علشان ياكل ويشرب. وفي يوم من الأيام وأشرف بيستخدم موهبته وسط الشوارع والمساجد، كان واقف بيتكلم مع شوية ناس حواليه وبيقول لهم حاجات صغيرة عن حياتهم. لكن في وسط اللي بيحصل ده وبالصدفة كان موجود الضابط أمجد من جهاز المخابرات العامة في المنطقة نفسها. عينيه شايفة كل اللي أشرف بيعمله. أول ما بص عليه لاحظ حاجة مختلفة: طريقة كلامه، ثقته في نفسه، القدرة اللي عنده إنه يسيطر على أي حد حواليه بدون عنف ولا تهديد، بس بالكلمة وبالنبرة وبالحركة. أمجد طول عمره في المخابرات بيعرف يفرق بين أي حد عادي وأي حد عنده حاجة غير طبيعية، وده اللي حسه في أشرف من أول ثانية. الضابط أمجد حس إن الراجل ده مش عادي، وإن في حاجة كبيرة ممكن تستفيد منها البلد لو اتوظفت صح. وفي اللحظة دي فكرة قديمة جت لدماغ أمجد، وهي استخدام عراف في عمليات مخابراتية لاختراق العدو وجمع معلومات من غير ما يشكوا فيه. بعد كام يوم من المراقبة والمتابعة، أمجد قرر يقرب من أشرف أكتر ويعرض عليه الشغل بشكل مباشر. أشرف كان مستغرب وسأل: هو الشغل ده يطلع إيه بالظبط يا فندم؟ أمجد ابتسم بسخرية هادية وقال له: نفس اللي انت بتعمله دلوقتي. أشرف اتلخبط وقال: يعني إيه؟ أنا بعمل إيه بالظبط؟ أمجد رد ببساطة: الاحتيال يا أشرف. في اللحظة دي أشرف فقد أعصابه وزعق في العربية: انت عايزني اشتغل لحسابك عشان استغل الناس الغلابة؟ نزلني دلوقتي. وساعتها أمجد قرر يكشف جزء من الحقيقة وقال له بهدوء: أنا ضابط في المخابرات العامة المصرية، المهمة دي لصالح مصر، وجيت لك النهاردة عشان استخدم ذكائك ومهارتك في المهمة دي. ليك حرية الاختيار، يا تقبل وتبقى جزء من مهمة وطنية كبيرة، يا تسيب الموضوع كله، لكن القرار لازم تاخده دلوقتي. ومن غير تردد وافق أشرف، وبعدها على طول
الضابط أمجد أخده معاه على الجهاز، وهناك تم تدريبه واختباره، وتم تلقينه التعليمات وتدريبه على جهاز كشف الكذب والحبر السري، وإزاي إنه يتخفى ويتنكر ويهرب وقت اللزوم بمنتهى السرعة. وبعد ما أشرف الطحان خلص كل التدريبات، الضابط أمجد بدأ يوضح له خطة الدخول لإسرائيل. والخطة كانت إنه هيسافر على الاتحاد السوفيتي، وبعدين يسافر من هناك على إسرائيل على أساس إنه يهودي سوفيتي وبيحلم يرجع لأرض الميعاد. وفعلا سافر أشرف على إسرائيل، ولكن بهوية جديدة، وبقى اسمه ديفي كرينيهال. دخل إسرائيل وكان مظهره باين جدا عليه الفقر والبؤس، ومظهره ده اللي خلى الأمن الإسرائيلي ما يرجعش أوراقه أصلا. وأول ما دخل اتوزع على كيبوتس أو مزرعة صغيرة مع مجموعة من المهاجرين الجداد اللي معظمهم كانوا من المهاجرين السوفييت واليهود اللي لسه واصلين من أوروبا الشرقية. الحياة في المزرعة كانت بسيطة وصعبة في نفس الوقت، شغل بدني طول اليوم وطعام محدود، وناس مشكلتها إنك لازم تكسب ثقتهم بسرعة عشان ما يشكوش فيك. أشرف الطحان أو ديفي كرينيهال بدأ ينفذ الخطة خطوة خطوة. أول حاجة عملها إنه حكى قصته لكل اللي حواليه. حكى إنه يهودي أصله سوفيتي، وأبوه اتقبض عليه من الحزب الشيوعي، وأمه ماتت وهو طفل صغير. الكلام ده خلى الناس تحس بالشفقة ناحيته ويحسوه قريب منهم، وكسب اهتمامهم بسرعة. ومع مرور الأيام بدأ أشرف يظهر قدراته بطريقة ذكية. كان بيتكلم بثقة، يعرف يسمع مشاكل الناس ويطلع حلول بسيطة أحيانا، وكمان بدأ يستخدم طرقه في قراءة شخصياتهم، وكأن عنده حس خاص يعرف بيه إيه اللي شغلهم. المهاجرين بدأوا يثقوا فيه ويقولوا عشان نصايحه، ومع الوقت الثقة دي بقت بتكبر. أشرف كان دايما حريص على إنه ما يكشفش أكتر من اللازم. كل حاجة كانت محسوبة، كل كلمة محسوبة. الهدف كان واضح، يبني شبكة صغيرة من الناس يقدر من خلالها يوصل المعلومة ويطبق اللي اتدرب عليه. وبعد ما كسب أشرف فؤاد الطحان أو ديفي كرينيهال ثقة الناس في المزرعة، بدأ يطبق المرحلة التانية من خطته، صناعة الأسطورة بتاعته. أول خطوة كانت إنه يبدأ يدخل في مواقف تمثيلية صغيرة، يظهر للناس إنه يعرف حاجات مش المفروض يعرفها، ويطلع تنبؤات دقيقة عن الأحداث اللي حواليهم. وفي ليلة من الليالي كان قاعد ديفي كرينيهال مع بعض الناس في المزرعة، وكان من ضمن الناس اللي قاعدين راشل وأمها الست الكبيرة إستر. فجأة ديفي دخل في واحدة من حالاته الغريبة، كأنه بيرجع بذاكرته لماضي بعيد، وبص بعينيه عليهم وقال بصوت هادي لكن فيه حزم: يارون بولونسكي غلط كتير وهيدفع تمن اللي عمله. كمل كلامه وفجأة أغمي عليه. الكلام نزل تقيل جدا. راشل وإستر بصوا لبعض بصدمة، لأن الاسم ده مش مجرد اسم، ده حكاية محدش يعرفها غيرهم. القصة كانت من زمان، أيام بغداد. راشيل كانت مرتبطة بيارون، علاقة بدأت بشكل عادي، لكن الأمور خرجت عن السيطرة وبقت حامل. ولما حصل اللي حصل، يارون اختفى من الصورة، لا اعترف ولا واجه ولا حتى حاول يصلح اللي عمله. وبعدها اختفى تماما، كأنه الأرض بلعته، ولا رسالة ولا خبر ولا أي أثر ليه. عيلة راشيل وقتها دفنت القصة دي بكل تفاصيلها، وفضلت مخبياها سنين، وكانت من الأسباب اللي خلتهم يسيبوا العراق ويبدأوا حياة جديدة في إسرائيل. لكن السؤال اللي محدش لاقيله إجابة: إزاي ديفي عارف كل ده؟ وقبل ما حد يستوعب، جسمه ارتخى ووقع على الأرض. راشيل جريت عليه، صوتها مليان توتر: أنت قلت إيه دلوقتي؟ وبعد ما فاق كان رده أبسط مما تتخيل: أنا مش فاكر حاجة خالص. الكلام ده زود الحيرة أكتر. إزاي مش فاكر وهو كان بيتكلم في أدق تفاصيل حياتهم؟ حاولوا يفهموه، بس هو كان ثابت على نفس الكلام: والله ما أعرف حاجة، حتى الاسم اللي قلته ده أول مرة اسمعه. الموضوع كان ممكن يعدي ويتقفل،
بس اللي حصل بعد كده هو اللي خلى كل حاجة تتغير. بعد أيام قليلة وصل ظرف لرشيل، فتحته بإيد مرتعشة، جواه شيك بمبلغ كبير جدا قابل للصرف من أي بنك في إسرائيل. لكن المفاجأة الحقيقية كانت الرسالة الصغيرة اللي معاه، كلمتين مكتوبين بخط إيد واضح: سامحيني يارون بولونسكي. وساعتها كل حاجة بقت أوضح وأخطر. ورغم كل ده، ديفي نفسه كان دايما يقول: أنا مش فاكر أي حاجة ومش عارف ليه الحالة اللي بروح فيها بتحصل. وبعد كام يوم وهم قاعدين في المزرعة تاني، ديفي بدأ يركز على المحاريف الزراعية اللي على الأرض. دخل في حالته الغريبة وقال لهم: خسارة كبيرة لو المحراف الكبير اتدمر. الكل جري يشوف المحاريف ولقيوا كل حاجة سليمة. ضحكوا عليه وقالوا إنه اتجنن، بس بعد يومين الكارثة حصلت بالفعل. أكبر محراث الأرض اتكسر. الصدمة رجعت تاني، وسمعة العراف بدأت تنتشر مش بس في المزرعة لكن كمان في المناطق اللي حواليها. وكل ده وديفي مستمر يقول: أنا معرفش أنا بقول إيه، والحالة اللي بروح فيها معرفش سببها إيه. وطبعا مش محتاج أكد لحضراتكم إن كل المعلومات أو الكلام اللي كان بيقوله كانت المخابرات المصرية معرفاه من قبلها كل المعلومات دي. ومع الأيام شهرة أشرف أو ديفي بدأت تكبر. وفي يوم من الأيام وديفي كان قاعد في المزرعة، فجأة شاف عربية فخمة وقفت، والراجل اللي نازل منها لابس بدلة رسمية. بصله وقال له: أنت ديفي؟ رد ديفي بثقة: أيوة أنا ديفي. الراجل قال له: تمام، يلا اركب معايا، أنت جاي معايا دلوقتي على تل أبيب. اتحركوا والعربية وصلت قدام فيلا كبيرة، وهناك كانت مستنياه سيدة طويلة القوام شياكتها في أبهى صورها. بصت له قالت: أنت ديفي؟ تمام زي ما وصفوك. السيدة دي كانت زوجة الجنرال كوهين، واحد من أكبر قادة الجيش الإسرائيلي، والمعروف عنها حبها للمظاهر قدام صحباتها. السيدة دي عملت حفلة كبيرة وعزمت كل صحباتها اللي كلهم زوجات جنرالات كبار عشان تتباهى قدامهم إنها قدرت تجيب العراف اللي الكل بيتكلم عنه. الضيوف لما شافوا ديفي بدأوا يسخروا من مظهره ونحافته، بس ديفي كان هادي جواه مليان ثقة، لأنه كان فاهم اللي قالهوله الضابط أمجد قبل كده، إن ده كله جزء من الخطة. وأثناء الحفلة وديفي دخل في الحالة اللي هو بيمثلها، وراح ناحية واحدة من السيدات كانت زوجة سكرتير وزير الصناعة الإسرائيلي، ووقف قدامها وقال لها: ميراث بلغاريا ده كله كذب، وجوزك في خطر كبير جدا. الست اتصدمت، خصوصا إن الميراث فعلا طلع كذبة، لكن جوزها فعلا كان في خطر. بعد يومين حصلت الفضيحة المدوية. سكرتير وزير الصناعة الإسرائيلي اتقبض عليه بتهمة فساد ورشوة واستغلال نفوذ. اللي محدش كان عارفه إن المعلومة وصلت ديفي من شبكة المخابرات المصرية، واللي كان مصدرها رفعت الجمال، أو زي ما عرفناه باسم رأفت الهجان، العميل المصري اللي كان موجود في إسرائيل وساعد في نقل المعلومات للمخابرات. وديفي استخدم المعلومة دي بكل ذكاء ليقنع كبار الشخصيات إنه العراف الحقيقي. اسم ديفي بدأ يطلع لفوق بسرعة غريبة، من مجرد كلام بين العمال لحد ما بقى حديث الناس في أماكن تانية خالص. واحدة تقول للتانية وواحد يحكي لواحد، لحد ما العراف بقى ترند وقتها والناس بتدور عليه، لحد ما الكلام وصل للمكان اللي المفروض ما يوصلوش: الموساد. وهنا بقى الخطة بدأت تدخل مرحلتها الأخطر، لأن ده أصلاً كان الهدف من البداية، إنهم يلفتوا نظر الموساد ليه. وفعلاً الاستدعاء جه. ديفيد آخد للتحقيق، أسئلة كتير، تدقيق في كل كلمة، ومحاولة يفهموا هو ده نصاب ولا فعلاً عنده حاجة غريبة. والأصعب من ده كله، حطوه على جهاز كشف الكذب، بس اللي هم ما يعرفوش إن اللعبة دي كان متدرب عليها قبل ما يوصل لهم أصلاً. أشرف فؤاد الطحان أو ديفي كان جاهز، جاوب بهدوء، اتحكم في نفسه، وعدى الاختبار من غير ما يسيب غلطة واحدة.
والنتيجة سلبية، يعني بالنسبة لهم راجل صادق 100%. ومن اللحظة دي كل حاجة اتغيرت. ديفي ما بقاش مجرد عراف غريب، ده بقى شخص موثوق. باب ورا باب بدأ يتفتح له، ضباط، قيادات، وحتى ناس في دوائر سياسية. بقى يتنقل بينهم بسهولة، يقعد هنا يوم وهنا يوم، يسمع، يشوف، ويخزن كل حاجة، لدرجة إنه بقى قريب من تفاصيل محدش عادي يقرب لها. والموضوع ما كانش يوم ولا 2، ده استمر سنين، 5 سنين كاملة، من 1968 لحد 1973. 5 سنين وهو عايش وسطهم، واحد منهم في نظرهم، لكن في الحقيقة كان بيلعب دور من أخطر الأدوار اللي ممكن حد يعيشها. وفي يوم من الأيام أشرف أو ديفي قدم للجنرال كوهين معلومة غريبة وقال له: يا جنرال، هتبان جدارتك لما أقود خط بارليف. كوهين اتفاجئ وفرح بنفس الوقت، وفرحته زادت أكتر لما تاني يوم وصلته رسالة من الوزارة بتأكد إنه أصبح قائد الحصون الشمالية. من اليوم ده كوهين قرر ياخد ديفي معاه بشكل خاص، وقال له: أنت بقيت العراف الخاص بيا، هتيجي تقعد عندي في الفيلا إقامة بايمة، وهناخد كل احتياجاتك. أشرف فعلا خد مكانه جوه الفيلا، وكان ليه مكان مخصوص عشان يقعد فيه، وفضل ملازم للجنرال كوهين. وبعد فترة، وتحديدا في مارس 1973، المخابرات المصرية اتواصلت مع أشرف وكلفته بالمهمة الأصعب، أو ممكن نقول بالمهمة المستحيلة، وهي تصوير جميع الحصون والممرات لخط بارليف. وفي ليلة من الليالي أثناء العشاء، ديفي سأل كوهين سؤال غريب جدا: إزاي شكل خط بارليف من جوه؟ كوهين اتوتر وقال له بحدة: أنت إزاي بتسأل الأسئلة دي؟ دي أسرار مش أي حد يعرفها. ديفي دخل في الحالة الغريبة بتاعته، كأنه بيرجع ذكريات من الماضي، وبصله وقال: الجنرال كوهين، خط بارليف هو التاريخ. مراته بصت له وقالت: هو أنت ناسي إن ديفي ده اللي تنبأ لك بالحاجات دي قبل كده؟ أنا شايفة إنك تاخده معاك خط بارليف، أكيد جوه الحصون هيفاجئك بحاجة جديدة. كوهين وافق وأخد ديفي معاه، بس المرة دي أشرف كان لابس جاكيت مخصوص المخابرات المصرية كانت مجهزاه بكاميرا ومايكروفيلم صغير مستخبي جوه زرار القميص. تول ما دخلوا خط بارليف، كوهين خلاه يتجول براحته جوه الحصون، معتقد إنه ممكن يحصل على نبوءة جديدة. لكن الحقيقة إن الكاميرا كانت بتسجل كل زاوية وجدار. بعد الزيارة، أشرف سلم المايكروفيلم للعميل المتفق عليه، والمايكروفيلم وصل القاهرة، وتم عمل مجسمات دقيقة لخط بارليف، واتدرب الجنود وأفراد الصاعقة على اقتحابه، وكلهم بقوا مستنيين ساعة الصفر. وفي أواخر سبتمبر 1973 وصلت التعليمات لأشرف الطحان، تعليمات عاجلة من المخابرات العامة المصرية: انسحاب فوري. وده كان بسبب خطورة الوضع وتوقعات بتصعيد كبير على الأرض الإسرائيلية. المعلومة دي جات له بطريقة سرية جدا، وفضل يفكر بسرعة في طريقة تنفيذها من غير ما حد يشك فيه. المخابرات المصرية جهزت له عملية تهريب دقيقة جدا، وكل خطوة اتخططت بحساب، من طرق الخروج، المواعيد، العربيات اللي هتنقله، لحد الأشخاص اللي هيساعدوه على الأرض. أشرف كان مستحضر كل تفاصيل المزرعة، كل الطرق اللي توصل لها، وكل الأماكن اللي ممكن يستخبى فيها. في يوم التنفيذ تم تحريكه بطريقة سلسة ما بين عربيات نقل مختلفة ومواعيد مش متوقعة، لدرجة إن أي حد كان يراقبه ما قدرش يشك إنه بيتنقل لمدينة تانية. وأخيراً أشرف خرج من إسرائيل من غير أي حد يحس، وكأن الأرض نفسها كانت ساعدته. وصلت المعلومة للمخابرات المصرية إنه وصل بأمان، وكانت مرحلة هروب مفصلية جدا، لأنه بعد كده هيبدأ مرحلة جديدة في مهماته بعيدا عن أعين الموساد، ومعاه كل المعلومات والخبرة اللي اكتسبها طول فترة وجوده داخل إسرائيل.
وبالمناسبة لما رجع كانت المخابرات لقت بنت عمه وودوه لمكانها. وفي النهاية خليك فاهم ومتأكد إنك معاك أقوى وأذكى جهاز مخابرات في العالم كله، جهاز يقدر يغير مجرى الأحداث بعقله قبل سلاحه. تحيا مصر ويعيش جيش مصر الباسل. إلى اللقاء والسلام عليكم. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.